مهما اقول لك يا صاحبي اللي انت لازم تاخد بالك من الامهات البكر، وتخلي بالك من الصندوق كويس عشان ما تشوفش الشكل ولا المنظر ده. طبعا حضرت الآلة بتاعتي بسرعة، وادينا هنجيب الخلفة. الحتة دي علمتها لكم كتير. طبعا حضرنا القش، طبعا بعد ما حطيت القش ايه اللي فاضل بعد كده نعمله؟ طبعا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير. وطبعا بعد ما مسكت الام كده هنعمل ايه؟ نتف زي ما انا بعمل كده بالظبط. طبعا بعد ما نتفت من الام شويه اهو بقلبه في التبن او القش اللي هو زي ده يا جماعه عشان ندفي الاطفال اكتر. طبعا بعد ما جهزنا العش طبعا شايفين الخلفه كلها مش احجام واحده. طبعا اهو شايفين يا جماعه كده التلاتة 5 6 7. شايفين الخلفة عاملة ازاي؟ 7. دي التامن يا جماعة معاها 8. كده دفينا أول خلفة معانا عشان معانا أمهات كتير. طبعا يا جماعة الأم ديت قلت أما أطمن عليها لأنها قربت على ولادها، وطبعا الشعر اهو بيطلع منها، وقلت أشوف الخلفة عاملة إيه إن شاء الله. طبعا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير. وطبعا دي النتايه اللي كنت عامل لها في الفيديو السابق. طبعا شوف هنعمل معاها ايه. طبعا دي اهي حاطه كراتين وهنشوف هنعمل معاها ايه. اول حاجه هنشيل الخلفه يا جماعه اهو. طبعا بعد ما حطينا كرتونه تحت الولاده اهيت يا جماعه على قد القصه. طبعا يا جماعه قفلت على الام كويس عشان مش كل شويه تزعجني، شايفين؟ عشان اعرف اتعامل بس. طبعا يا جماعه لازم اجس الام اشوف فيها خلفه ولا لا، لان الام معاها 4 بس. احنا جهزنا الصندوق يا جماعه، الام طلع معاها 4. هنعمل بقى مع عمليه تبني مع الامهات التانيه اللي كان معاها 8. طبعا يا جماعه الام ديت بقى اللي معاها 8 هناخد منها 2، ويا ترى هناخد انهي 2 عند الام ديت؟ طبعا ده اصغر واحد هناخده، وده خدنا اصغر 2 عند الام. طبعا يا جماعه جبنا 2 للام اللي معاها 4 دلوقتي اصبح معاها 6، والام اللي احنا كان معاها 8 اصبح دلوقتي معاها 6. قسمنا البلد بلدين. يا ريت يا جماعه ما تنسوناش بالصلاه على النبي. وتعالى برضو نشوف الام دي عملت معانا ايه. ام طبعا اهي ام سلفر. طبعا يا جماعه بشيل الشعر عشان احط قش، لان البكريات ما بحطش قش عشان خاطر اشوف الام هتنتف معايا ولا لا. طبعا وانا بنضف لقيت دي الوشم بتاع الخلفه يا جماعه بشيله. لازم تكون الصندوق نظيف وكويس. طبعا بعد ما اتاكدت اللي هو كويس ما فيهوش اي حاجه. طبعا يا جماعه الام معاها 8 ادي 2 4 6 8. طبعا معاها 8 زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه شايفين المنظر ده؟ الام مش منتفه الا قليل، وشايفين بسم الله ما شاء الله نايمين عاملين ازاي وبقوا راضعين، بس مش واخدين التدفئه الصحيحه. وطبعا ما ينفعش الوضع ده. طبعا يا جماعه الام ديت معاها 6 خلفه زي ما انتم شايفين كلهم حجم بسم الله ما شاء الله. نتايه بكر ومتلقحه من ذكر بكر. وطبعا ديت كذلك حطينا واحد اهو بقى معاها دلوقتي 7 لغايه اما نشوف بقات الامهات التانيه.
طبعا يا جماعه لقيت الام دي معاها 10 بس في خلفه قليله، دي طبعا حاجه حلوه اهي. ادي 2 بس جايب عدد كده 4 6 7 8. شايفين الخلفه دي؟ شوف الحجم قليل. دي بقى يا جماعه بنعامله وبنعالج الام بألف دال 3 اهي عشان الخلفه دي، او ممكن يكون عشان خاطر الام جايبه عدد خلفه كبير او كتير. طبعا وانا بمر برضو لقيت ام دي معاها 1 بس. شايفين يا جماعه؟ ولا في تنتيف وميعادها اتاخر. طبعا نخش بالطلق. طبعا يا جماعه لسه بجس الام لقيتها لسه فيها خلفه وهي ما جابتش الا الواحد دي، ما تعرفش جابته ازاي وما جابتش الباقي. طبعا سنتي طلق مع سنتي كالسيوم والدناه. حطينا الام. طبعا هناخد الصندوق ننضفه، نحضر الخلفه الجايه لان هي عامله فيه تبول يا جماعه اللي هو الزبل. بعد ما نضفت الصندوق اهو بنجهز للام الفرشه بتاعتها عشان خاطر قبل ما الطلق يشتغل ممكن تولد جوه، نبقى احنا جهزنا جزء من الصندوق. يلا يا جماعه ما تنسوناش اللايك. طبعا يا جماعه الطلق شغال وادي اول واحد زي ما انتم شايفين، وده بينا مستمرين مع الام. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش الصلاه على النبي. وطبعا انا تعبت لكم في الفيديو دي كتير 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 يا جماعه، لغايه برضو عايز اعلم الناس اللي مبتدئ. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الام هي في حاله الطلق بتبقى بالمنظر ده بالظبط. طبعا يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين اهو دي لسه نازل بس الام شرسه. الو